إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم الحلقة الخامسة من سلسلة إزاي نحفظ القرآن الكريم. النهاردة بقى نتكلم مع بعض عن إيه؟ هنتكلم الحته اللي انا وصلت فيها دي، ان انا ابدا ان انا اتدبر المعاني، مش بس ان انا احفظ قران عشان اسمع وخلاص. فرقت في ايه بقى في الحفظ عندي، او فرقت معايا في حاجه غير المعاني والاحاسيس الحلوه اللي انا بدات احس بيها. اولا بدات توفر جهد وطيب وقت مجهود اكيد. يعني ليه؟ انا لما اجي احفظ سوره ومثلا الحاقه مثلا، انا مش فاهمه يعني ايه الحاقه، ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، انا مش فاهمه، فانا بحفظ. عكس لو انا بحفظ وانا فاهمه، ولو في ستوري مثلا فببدا ان انا افهم الستوري دي، فساعتها الحفظ هيبقى معايا سهل. فبدل ما كنت بقعد في الصفحه مثلا ساعه ولا ساعتين، اصبح الوقت اقل لان المجهود بتاعي قل. انا فاهمه انا بحفظ ايه، فلما بكون فاهمه انا بحفظ ايه فسهلت قوي على مخي الحفظ، لانه هو فاهم المعاني، مش بيحفظ حاجه مش فاهمها. فبالتالي ده بدا يفرق معايا كتير جدا في الوقت اللي انا بحفظ بيه. بلس كمان ان انا لما استخدم الهيومن برين، الفوكس بتاعي انا مركزه قوي في الحاجه اللي انا بحفظها دي وفاهمه المعاني بتاعها، فده بيسهل عليا قوي المخ ان هو يبدا يحفظ ويكون مركز معايا، انا مركز في الحته دي. فبدا بخليه كل التركيز بتاعه، كل الفوكس بتاعه في الشويه اللي انا بحفظهم دول، لان هو فاهم. فهو مركز، عارفه لو انت ركز، انا مركز والله مركز معايا. فكل ما يبقى مركز كل ما بيساعدك اكتر. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، احنا خلاص وصلنا لمرحله ان انا بدات افهم علشان احفظ، تمام، وسهل عليا الوقت. هنا في حاجه بقى، لما خلاص دخلت عشان امتحن وخرجت من الامتحان طبعا سعيده ومبسوطه جدا، لان كنت حافظه كويس جدا وسمعت كويس جدا وموقفتش في اي حاجه خالص. نتيجه كل اللي حصل ورا ظهري ده بقى، من ان انا بدات ان انا اتدبر معاني، بدات ان انا اراجع كتير، بدات ان انا طول اليوم معايا القران. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل هنا برضو ساينس هيلث كوتشنج. انا بقالي مش 60 يوم بحفظ قران، انا بقالي كتير جدا عماله بحفظ قران. فاللي حصل كالاتي، بقى خلاص حاجه هبت دخل جوه العقل اللاواعي ان انا القران بقى كل يوم موجود معايا. هنا وانا بخلص اخر يوم كنت دايما بدعي الدعوه اللي هي قبل ما اخلص، ان هو يا رب ما اقع في فخ ان انا اخلص حفظ القران وارجع اعيش حياتي عادي جدا وخلاص خلصت حفظ وامتحنت ونجحت والدنيا تمام. ساعتها كان هيبقى مطب جامد جدا، ودايما هفضل ادعي الدعوه دي وبدعيها دلوقتي، يا رب عيني وقويني دايما، واوعى تخلي اي حاجه تسيطر عليا ان انا ابعد عن الطريق اللي انت مشيتني فيه، لان ده طريق غير لي كتير جدا في نفسيتي كبني ادمه، وان انا اتعامل مع المشاكل اللي حواليا، لان مفيش حد فينا مش هيبتلى. خلاص احنا فهمنا القانون بتاع ربنا، وان انا الحياه اللي انا ماشيه فيها دي الحاجه دلوقتي اللي بقت بتقويني حرفيا يعني. فكان مطب مهم جدا بالنسبه لي. يجي ربنا بقى سبحانه وتعالى، تمام انت عايزه تحفظي وتكملي صح، طب ايه بقى هنا بقى؟ بدات حته اللي هو ايه، انا عايزه اتعمق اكتر، فادور على قصص الانبياء وافهم القصص اكتر وافهم الستوري اكتر. طب ايه بقى؟ فببدا ان انا اخش في حته تانية. فتيجي بقى بنتي، هنا بقى ربنا بيقدر لي ان بنتي تيجي تقول لي، طبعا انا ملاحظه ان هي ما بتراجعش قران كويس وبتحفظ وهي يعني عارفين اللي هو ايه، مش حابه الموضوع. فانا حاسه الموضوع ده قوي وطبعا مضايقني جدا. طب اعمل ايه؟ فاعمل كوتش بقى واقعد اتكلم معاها واسيبها هي اللي تطلع الحلول من جواها، هيلث كوتش بقى. فانا فعلا بجد ما بهزرش، ما انا بمارس العلم اللي انا اتعلمته في بيتي قبل ما امارسه مع البني ادمين، وممارسه على نفسي قبل ما اروح اساعد الناس. ما هو ايه فايده العلم؟ يعني دايما نقول اللهم انفعنا بما علمتنا. انا اتعلمت علم اسمه هيلث كوتشنج، ودلوقتي حضرتك بقيت السيرتيفايد في الهيلث كوتش. طب انت بتفيدي نفسك؟ طب انت بتفيدي بنتك؟ طب انت بتفيدي امك؟ طب انت بتفيدي الكوميونتي اللي انت عايشه فيها، ولا رايحه تفيدي بس الكلاين؟ مش منطق. فرقم واحد لازم افيد نفسي وافيد المحيط اللي انا عايشه فيه، وبعد كده اعمل سبورت للكلاين. وده اللي حصل. فبمارس الكوتشنج اصلا مع جنى، فسبتها هي، او هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هي تقول لي ده
في السيشن اللي احنا عملناها دي طبعا، وهي بقت هرشانه يعني كل ما اجي اتكلم ايوه انت هتعملي لي كوتش بقى، بقول لك ايه يا حاجه انجزي قولي لي انا قلت لها لا مش هقول لك حلول، انت طلعي الحلول من جواكي. المهم قالت لي كمان بقول لك ايه، انا بصراحه ما عادش عندي الشغف، فاقده الشغف. الكلمه دي كبيره جدا، ان يكون بني ادم فاقد الشغف في حاجه، فخلاص الحاجه اللي بتخليه بيعملها مش موجوده. وانا كنت بحفظ قران وانا ما عنديش شغف، انا كنت الاول مجبره شويه، الابله ساعات سهلت الموضوع شويه لما بدات افهم المعاني واتدبر المعاني، خلت العلاقه الروحانيه بيني وبين ربنا موضوع مختلف تماما. هي الحته اللي اسمها السبيريتوال هيلث، ان انا بقرا فيها دلوقتي كتير جدا، لان دي بيلر اساسي في الهيلث كوتشنج. يعني في موديل عندنا اسمه ايسبرج، الحته القاعده بتاعت الهرم السبيريتوال هيلث، اللي انا اصلا عماله بقوي نفسي فيها دلوقتي قوي قوي قوي. فانا في الحته دي انا فاهمه هي بتتكلم في ايه، فاحساس صعب قوي. طب وبعدين يا جان هنعمل ايه؟ طب ايه رايك يا ماما، انت بتقولي لما انت بداتي تفهمي قران وبداتي تحفظي قران بالمعاني الموضوع ده سهل عليكي كتير قوي، بقيتي حابه الموضوع؟ قلت لها اه. قالت لي طب ما تعملي معايا كده. قلت لها اعمل معاكي ايه؟ قالت لي انا فاضل لي، هو فاضل لها البقره يعني فاضل لها 5 اجزاء اللي هم اول 3 سور وتختم القران يا رب يا جان. فقالت لي نحفظ البقره مع بعض. قلت لها نعم، البقره كتير جدا، ده 3 أجزاء ونص. كنت انا عماله بحفظ سوره ايه؟ كنت انا عماله بحفظ في سوره يوسف، لان سوره يوسف خطفتني قوي ومعانيها يعني ايه اللي بيحصل ده فيه يعني كتير قوي قوي قوي. ايه يا جماعه ده والله لو انت حد عندك ضغط نفسي، والله عندك مشاكل، حاسس ان انت مبتلى وعندك كميه، والله اسمع سوره يوسف هتحس ان احنا ولا حاجه. ايه الابتلاءات اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ اكل وفلوس وشغل ومدير ومراتي وجوزي وعيالي، كلام هوا فاضي كلام فاضي. فهي بتقول لي يا ماما كذا كذا كذا. طب انا جوايا يا بنتي انا بحفظ سوره يوسف، احفظ سوره يوسف وسوره البقره؟ ماشي يا جانا، يعني هو ده الحاجه اللي هتساعدك ان انت تشرحي لي وانت اللي تحفظيني لو النبي كمان انا غير مؤهله يا ماما. قالت لي لا، ما احنا اوريدي في شيخ بنسمعه وانا اوريدي حفظت، فانا عارفه التجويد كويس جدا، فهنساعد بعض في القصه دي، يلا بينا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى تاني هو بقى بيقدر، تالت بقى بيقدر لي شخص بني ادم. يعني الاول كان ابله سعيد، بعد كده احمد، بعد كده جانا بنتي، بيقدر لي ان انا اكمل في طريقه وابدا بسوره البقره. ولما بقى بدات اقرا عن سوره البقره وفضل سوره البقره وآل عمران، وان هم اللي بيتحدثوا عنا يوم القيامه، وقد ايه سوره البقره دي فعلا يعني في حته تانية خالص. ودلوقتي انا بحفظها وشفت اللي بيحصل في سوره البقره وشفت المعاني اللي في سوره البقره. يا جماعه احنا بعاد تماما والله العظيم 3 فعلا. وقد كان يعني بدات ان انا اقرا وافهم التفسير وافهم المعاني واشوف القصه بتاعته. والشيخ انا مش متذكره اسمه دلوقتي، مش احمد هو اللي انا بتابعه دلوقتي، لان هو مش نازل تفسير سوره البقره كامله للاسف، مش هتلاقوها عنده. ممكن يعني اتذكر اسم الشيخ مش متذكره دلوقتي. المهم هو ده اللي انا بتابعه في حفظ الايات والتدبر بتاع المعاني عشان تفهمي القصه بتاعت سوره البقره كلها، لان هي كبيره جدا. وسبحان الله ربنا رابطها بسياق ان انت فعلا في تسلسل كده، حتى لما في وصايا وبعد كده النعم اللي هو انزل على بني اسرائيل. انا مش عارفه ايه الناس دول بصراحه والله العظيم، يعني انا بقعد اقرا ايه يا جدعان انتوا ايه ده؟ تحرفوا الكتاب وتكتبوا ايه الناس دي؟ يهود. المهم بني اسرائيل. فهنا بقى بدات الحكايه ان انا ابدا ان انا احفظ مع جنى، ونبدا ان احنا نمشي مع بعض في سوره البقره. هنا بقى حصل عندي حاجه ليها علاقه برضو بالكوتشنج. انا كبني ادم لما انا ابدا اعيد ترتيب الفاليوز بتاعتي، في حاجه اسمها فاليوز اللي هي القيم بتاعتنا كبني ادم. انا كنت بني ادمه، القيم بتاعتي كانت كالاتي. انا كانت عندي قيمه رقم 1 شغلي، تزعليش مني يا جنى، كان شغلي رقم 1، يجي بابا وماما ويجي جنى ويجي بقى ايه اي حاجه تانية، انا كانت رحاب والله. دلوقتي انا قيمي اترتبت، بقى عندي قيمه رقم 1 الله سبحانه وتعالى، حفظ القرآن. يعني انا لو يوم حصل حاجه ما عرفتش احفظ القرآن او حفظت قدر بسيط او مش عارف، بحس ان انا من جوايا مش مظبوطه، بحس ان انا في حاجه غلط. هنا اعاده ترتيب القيم بتفرق كتير جدا في حياتنا كبني ادمين. ريفلكت على ايه بقى؟
ريفلكت على الاسترس، ريفلكت على الضغط العصبي. ما هو عقليه البني ادم المؤمن مش معناها ان احنا المايند سيت دي صعبه، خلي بالكم مش سهله. مش معناها ان انا برضو ما باجيش اضعف وباجي ممكن يجي لي شويه اكتئاب ويجي لي شويه احباط، عادي جدا ما فيهاش حاجه. بس عقليه المؤمن بيبقى فاهم هيتعامل مع ده ازاي، ربنا عامل ده ليه، الله عز وجل هو عامل ده ليه حكمه، فيبقى فاهم ان في رساله، يبقى فاهم ان في حكمه، فيعدي الموضوع. مش يقف ويقول حاجات ما ينفعش. هو اشمعنى انا، هو انا مش عارف ايه، هو انا هلاقيها منكم، الاقيها من جوزكم، من ابوكم، قال لهم العيال، قال لهم مش عارف كذا. وبنخرج بره سياق حاجات كتيره جدا وبنتوه وننسى ان احنا لو احنا رتبنا اولوياتنا كل ده ولا ليه قيمه. لكن في ناس يبقى مثلا قيمه عندها باباها ومامتها مثلا، القيمه رقم واحد مثلا عيالها، وممكن تيجي على نفسها وتضحي وتعيش دور الضحيه عشان خاطر ولادها. خلينا اقول لكم ان ده كله كلام مش مظبوط. يعني ان انت تعيد ترتيب القيم بتاعتك دي من اهم الاسس اللي انا اتعلمتها. وزي ما انا قلت لكم انا كنت بربط الكوتشنج كهيلث كوتش بعلم القرآن، لان الاثنين لقيت ليهم علاقه قويه جدا ببعض. لما تيجي تدور على اي حاجه ليها علاقه بضغط عصبي وستريس، الاقي الحل في القرآن، الاقي ربنا بيرد علينا، الاقي الاجابه هناك في القرآن. فلما تبقى انت حد انت يوميا كل يوم مع ربنا، يوميا كل يوم بتقرا ايات، يوميا كل يوم بتحفظ ولو ايتين، انت كده بتشتغل على نيورو بلاستيستي صح. يعني انا دايما بحط في الاوبجكتيف بتاع الجيرني بتاع رحله التغيير ان انا بحط لهم في الاوبجكتيف اللي انا بنزلها لهم كل يوم، بحط لهم اوبجكتيفز كده معينه ما بغيرهاش. رقم واحد ان هو يحفظ ان شاء الله لو ايتين من القران، او قراءه كتاب، او قراءه قران لو هو حد كريستيان. ليه؟ لان ده بيأخر الزهايمر. ما انت لما انت تفهم نيوروبلاستيسي وتفهم الساينس بيقول ايه ومخك بيشتغل ازاي، هتفهم ان انت عشان بتجدد الخلايا العصبيه انت بتعلي تركيز مخك قوي، انت بتأخر الزهايمر بجد، لمجرد ان انت عقلك شغال. ما هو عضله زي اي حاجه انت عمال تمرنها. فلما بتقعد تمرنها هي خلاص هي كل يوم شغاله، مش عطلت وراكنها في جنب في حجه ان انا كبرت وعجزت فمش هينفع ان انا احفظ. فحلقه النهارده كان مهم جدا ان انا اقف معاكم في الحته اللي ليها الحته السبيريتوال بقى، اللي هو لما انت بتغذي روحك بتبقى ريفلكت على الفيزيكال هيلث بشكل كبير جدا. لان احنا دايما بنتعامل مع احنا كبني ادمين جسد، وبننسى تماما غذاء الروح، وان الروح دي لما بتغذيها واحلى غذاء ليها هي ايات القرآن، وان انت تستشعرها وتخلي الفاليوز بتاعتك ان الله سبحانه وتعالى رقم واحد، وبعد كده اي حاجه بتيجي. ساعتها المايند سيت بتاعتك بتفكر في كل حاجه بشكل مختلف. ايفن حتى لو انت وقفت شويه في احباط، شويه في اكتئاب، شويه في مشكله، شويه في عادي طبيعي ما فيهاش حاجه، بس بتكمل عادي، وعندك من المثابره ومن اللي هو عدم اليأس، ان انا فاهم كويس قوي وعندي العقليه دي كويس والمايند سيت دي موجوده، فاقدر ان انا اكمل حياتي. وصلت؟ بكده نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. ودايما اقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واشوفكم على خير. السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما